انت بتساعد ولا بتتفرج؟ لو انت محبوس في مكان صعب وبتستغيث بمعنى الكلمة وفي واحد بره يقدر ينقذك ويحررك، فهل في كل الحالات هينقذك ولا في حالات هيقعد يضحك ويتبسط بيها ويطنش؟ في تجربة اتعملت سنة 2020 اسمها The Bystander Effect، وطبعا اتعملت in rats يعني في الفئران. جابوا فار وحطوه في انبوبه مقفوله وجنب منه فار حر يقدر يتعلم ازاي يفتح الباب ويخرج زميله الفار التاني من الانبوبه دي، وعلم نفسه ويوم ورا يوم كان بيفتح الباب ده لزميله. بس بعد فتره غيروا من التجربه شويه وحطوا مع الفار الحر ده فئران تانية مش بتساعد، يعني جايه عاوزه نكد على نكد. واللي حصل ان مره في مره الفار الحر اللي كان بيساعد في الاساس ده بدأ يتأثر وبدأ يقلل المساعدة بتاعته، مش لأنه مش قادر، بس لأن كل اللي حواليه عندهم حالة لا مبالاة، مش مهتمين إن هم ينقذوا الفار اللي جوه. فالفار الحر تطبع بأخلاق الفئران التانية اللي حواليه. بس التجربة كشفت حاجة أهم، لما حطوا جنب نفس الفار ده فئران بتساعد، المساعدة زادت وسرعة فتح الباب للفار المحبوس بقت أسرع بكتير، والمبادرة عدت من واحد للتاني. يعني الطباعة نقلت زي ما حصل في التجربة لما حطوا الفئران اللي ما بتساعدش. يعني بيفرق في سلوكك ومبادئك مش عدد الناس اللي حواليك، اللي بيفرق سلوكهم. وعلى فكرة ده مش في الفئران بس، في تجربة مشابهة اتعملت مع البشر. خلاصتها ان لما شخص افتكر ان هو الوحيد اللي يقدر يساعد حد بيستغيث بيه، في 85% من الحالات الناس راحوا يساعدوا وبسرعة. لكن لما افتكر ان في ناس تانية موجودة وممكن وسمعوا وممكن يساعدوا، النسبة قلت بكتير. اللي هو افتراض ايه؟ في حد تاني يتصرف، في حد تاني هيساعد، فبتطنش. ففي اي موقف يعدي قدامك هيبقى ليك دور فيه، سواء الدور كان ايجابي ام سلبي، نتيجته في الوضع اللي انت فيه حاجة واثره على اللي حواليك حاجة تانية خالص. فالخير زي اللامبالاة زي الشر معدي، وكفى بك خيرا انك تكون من يبدأ الخير او يبدأ الحاجة الصح، لانها هتعم في البيئة اللي حواليك. وخليك دايما واعي.